الاحداث في فيلمنا بتبدا ببنت اسمها جولييت، وبتكون جولييت ماشيه بعربيتها وسط الصحراء لغايه لما جولييت بتشوف في طريق عربيه واقفه، فبتنزل جولييت من عربيتها على امل انها تلاقي في العربيه اللي لقيتها على الطريق اي حاجه تساعدها. وبتبدا جولييت انها تفتش في العربيه المركونه، بس للاسف جولييت مش بتلاقي حاجه ولا حتى بتلاقي فيها بنزين تقدر انها تاخده. وبترجع جولييت من جديد تركب عربيتها وتمشي وسط الصحراء لغايه لما بتطلع على الطريق الاسفل، بس بنشوف في الخلفيه اثر لوجود حضاره لمدينه مهدومه، وبنعرف من خلالها ان البشريه انقرضت. وبعدها بتوصل جولييت لمحطه بنزين وبتدخل علشان تفتش فيها على اي اكل، بس المكان بيكون خالي تماما من اي حاجه، لدرجه ان من يأسها بتقعد جولييت على كرسي كان قدامها، بس وهي قاعده بتسمع صوت جاي من السقف وكأن في حد بيتحرك فوق منها. ده غير انها بتسمع صوت مخيف جدا اللي بيخليها تطلع من المحطه بسرعه وتمشي، بس وهي على الطريق بيجي لها مكالمه على لاسلكي، وبنعرف من خلال المكالمه ان جولييت كانت في مهمه وانها كانت بتدور على اكل. وجولييت بتبلغ قائد المجموعه اللي لسه عايشين من البشريه انها اثناء مهمتها سمعت صوت واحد من المتحولين مستخبي في سقف المحطه، بس القائد بتاعها بيبلغها انه هيتولى امره. وجولييت بتبلغه انها لسه بتدور على اكل لانها ما لقيتش اكل يقضيهم لغايه دلوقتي، وبيطلب منها القائد انها ترجع للمجموعه قبل ما الليل يدخل عليها وتكون في خطر. بس وهي في طريقها جولييت هتلاقي كرفان واقف قدامها، ولما هتقرب من الكرفان هتشوف راجل مصاب جنب العربيه، والراجل المصاب بيبلغها ان المتحول اللي عمل فيه كده هو حبسه جوه الكرفان. وجولييت بتساله اذا كان معاه اكل، والراجل المصاب بيقول لها ان الاكل اللي معاه موجود جوه الكرفان، وبتقول له جولييت انه يتماسك لانها هتنقذه وتاخده معاها. وبتدخل جولييت الكرفان علشان تقتل المتحول، وبتنجح انها تقتله وبتخرج من الكرفان وهي معاها الاكل، بس لما بتخرج بتلاقي المصاب واقع على الارض ومات. وفي الوقت ده الشمس بتكون قربت انها تغرب، فبتاخد جولييت العربيه بتاعتها علشان تروح بيها للمخبأ، بس وهي على الطريق بتطير الصوره اللي كانت موجوده على ازاز العربيه، فبتتشتت جولييت اللي بيخليها تعمل حادثه والعربيه بتتقلب. وبترجع بينا الاحداث لورا شويه علشان نعرف اللي حصل، وبنشوف جولييت وهي واقفه بتتفرج على صوره في معرض للصور، وبيجي لها واحد وبيكلمها وبيكون اسمه جاك، وبيسالها اذا كانت بتحب بيكن، بس من الواضح ان جولييت مش بتكون فاهمه قصده، لان جولييت بتفتكر ان بيكن ده نوع من انواع اللحمه، فبتكون اجابتها عليه انها نباتيه ومش بتاكل اللحم. فبيضحك جاك على اجابتها وبيشرح لها ان بيكن ده مش نوع لحمه، وان بيكن ده اسم رسام واسمه فرانسيس بيكن، وان اللوحه اللي هي واقفه قدامها دي من رسوماته. فجولييت بتحس انها اتحطت في موقف محرج لانها كانت داخله المكان ده علشان بيتقدم فيه اكل مجانا وانها كانت جعانه، وبتحاول جولييت انها تخرج من المكان بعد ما بتحس بالاحراج. وبنعرف من كلامهم ان جاك هو صاحب المعرض، بس بيبان على جاك انه معجب بجولييت لانه بيحاول انه يتكلم معاها، وجاك بيعرفها بنوع الفن اللي موجود في الصور المعروضه. وبترجع بينا الاحداث تاني لجولييت، وجولييت بتفوق وبتلاقي نفسها جوه العربيه والليل حل عليها وان رجليها انكسرت، وبالشكل ده بتكون محبوسه جوه العربيه. وبنرجع تاني لجاك وهو بيحاول يتعرف على جولييت ويتقرب منها، وجاك بيعرف جولييت على مكان سكنه. واول ما جولييت بتدخل بيت جاك بتكون منبهره بيه جدا، ويبان على جاك انه شخص غني جدا، وبيبدا جاك انه يتكلم عن نفسه كتير مع جولييت. ولما بيسالها جون عن نفسها جولييت بتكتفي بس انها تقول له انها عايشه وحيده وانها ملهاش عيله. وبيلاحظ جاك ان بقالهم فتره طويله بيتكلموا هما الاتنين بس لغايه دلوقتي ما يعرفوش اسامي بعض، بس فجاه وبدون مقدمات بتقرر جولييت انها تمشي وتسيب بيت جاك، وجاك بيكون مستغرب تصرفها ورفضها حتى انها تقول له على اسمها قبل ما تخرج، بس جولييت بتودعه وبتمشي. احداث بتنقلنا تاني لجولييت، وبتكون بتحاول جولييت انها تخرج رجلها المكسوره من دواسه العربيه، وبتحاول انها ترد رجليها تاني لمكانها، وبتتألم جدا من الوجع. وفي ليله من الليالي جاك بيكون سهران في مكان، بس بالصدفه هيلاقي جولييت قدامه وبتكون قاعده مع راجل، ولما جولييت والراجل ده بيخرجوا جاك بيخرج وراهم وبيراقبهم. وبيلاحظ جاك ان جولييت بتاخد من الراجل اللي معاها ده فلوس في مقابل انها بتبيع له المخدرات، وبيفضل جاك ماشي وراها لغايه لما جولييت بتروح لمكان سكنها، وبيبان على المكان انه مكان من الاحياء الفقيره وبيكون مليان مجرمين. وساعتها جاك هينادي عليها علشان يتكلم معاها، فبتاخده جولييت وبتطلعه شقتها. وبيلاحظ جاك ان حياه جولييت بائسه جدا، وبتكون جولييت مستغربه من تصرفات جاك وانه ليه مهتم بيها، بس جاك بيقول لها انه حابب انه يشوفها ويتكلم معاها، وبيقول لها جاك انه مش مهتم بالحال او الوضع البائس اللي هي عايشاه. فبتتضايق جولييت جدا لانها فاكره ان جاك بيعمل كده علشان بيشفق عليها وعلى وضعها، وساعتها هتطلب منه جولييت انه يخرج بره بيتها، فبيعتذر لها جاك وبيخرج، بس قبل ما بيخرج بيشوفها جاك وهي بتحقن نفسها بالمخدرات. وبنرجع تاني لجولييت وهي بتبعت رساله استغاثه عن طريق اللاسلكي اللي معاها، بس الجهاز مش بيكون لاقط اشاره، وساعتها هتحس جولييت بصوت بيقرب منها، وساعتها المتحول هيكون بيقرب من العربيه اللي هي فيها،
بس اللاسلكي هيشتغل فجأة وجوليت هترمي اللاسلكي بعيد عنها علشان المتحول ما يهجمش عليها بسبب صوت اللاسلكي. وفي يوم من الايام جاك هيلاقي جوليت قدام باب بيته، وجوليت بتكون حالتها سيئة جدا وواضح عليها اثار الضرب، وساعتها هيبدأ جاك انه يهتم بيها ويساعدها. وتاني يوم الصبح جاك بيحاول انه يقنع جوليت انها لازم تتغير وتغير من حياتها، لدرجة ان جاك بيمنعها من الخروج من البيت علشان تتعالج من الادمان. وجوليت بتفضل تصرخ وجاك بيبلغها ان مهما صرخت محدش هيسمعها، وبيفضل جاك يهديها. وجوليت في الوقت ده كانت بتحاول انها توصل جهاز اللاسلكي، وبتكون جوليت خايفة جدا. وجاك بيكون رتب حياته الجديدة مع جوليت لدرجة انه اشترى بيت جديد علشان يعيشوا فيه. وجاك بيحاول انه يسعد جوليت باي شكل، وبيحكي لها جاك ان امه كانت دايما بتعمل له حركة معينة علشان تبسطه، وهي انها كانت دايما بتمشي ايديها على وشه، فبيعمل لها جاك نفس الحركة، فبتكون جوليت مبسوطة جدا من الحركة اللي هو عملها لها. وبياخدها جاك علشان يفرجها على البيت بتاعهم الجديد، وبيوريها جاك أوضة مجهزها مخصوص للأطفال، وبيقول لها جاك ان حلم حياته ان يكون اب ويكون عنده اطفال منها هي. وجوليت في الوقت ده كانت بتحاول لسه انها تستخدم اللاسلكي، لغايه لما اخيرا قائد المجموعه هيستقبل الاشاره بتاعت اللاسلكي بتاعتها ويرد عليها، ويتبلغوا جوليت انها عملت حادثه وان رجلها مكسوره وانها محجوزه على الطريق. وتحاول جوليت انها تحدد له مكانها، بس بيطلب منها القائد انها تستخدم اشاره التعقب علشان يقدروا ان هم يحددوا مكانها بالتحديد. وفعلا بتحاول جوليت انها تقرا الارشادات اللي موجوده على الجهاز، فبتفتكر جوليت اليوم اللي بلغت فيه جاك انها حامل، وبتحاول انها تشغل جهاز التعقب علشان تحدد مكانها. وبتحاول بعدها جوليت انها تحمي نفسها جوه العربيه من المتحول، بس المتحول بيظهر لها مره تانية وبيبدا انه يهاجمها من جديد، وجوليت بتكون مرعوبه منه جدا. وبيجي اليوم اللي جوليت المفروض انها تولد فيه، بس للاسف بيتم اجهاض الجنين. وجوليت بتكون حزينة جدا، وبعدها بيحاول جاك انه يواسيها. وجوليت بيجي لها اشارة على اللاسلكي من القائد بتاعها، ويبلغها ان هم خلاص قدروا ان هم يحددوا موقعها وانهم جايين علشان ينقذوها. وبتطلب منهم جوليت ان هم يجوا بسرعة لان في متحول بيحاول انه يقتلها. بس وهي بتتكلم في اللاسلكي جوليت هتتفاجئ ان الازاز بتاع العربيه المتحول كسره، وبيكون المتحول واقف قدامها. فبتشغل جوليت كشاف العربيه بسرعه علشان الضوء يبعد المتحول عنها. ولما بترجع تاني جوليت علشان تتكلم مع القائد، بيبلغها القائد ان هم الغوا عمليه الانقاذ بتاعتها لانهم مش هيقدروا انهم يساعدوها، لان مهمه انقاذها فيها خطوره كبيره على حياتهم، وخصوصا وان في متحول بيهاجمها. وساعتها هتحس جوليت انها بقت لوحدها في مواجهه المتحول. وبنرجع تاني وبنعرف ان جوليت حياتها اتدمرت بعد موضوع الاجهاض، وان حالتها النفسيه بقت سيئه جدا لدرجه ان بتقوم ما بين جوليت وجاك خناقه، لان جوليت كانت بتلوم جاك انه السبب، لانه هو اللي كان عايز يكون اب وانها ما كانتش مستعده، وان هو كان السبب في موت الطفل. فبيتعصب عليها جاك بعد ما بيسمع منها الكلام ده، ويبلغها جاك ان هي السبب في موت ابنهم لانها كانت مدمنه على المخدرات. وساعتها هيقرر جاك انه ينهي علاقته بجوليت. وبعدها بيفضل جاك يتصل بجوليت على الموبايل، بس بترفض انها ترد عليه. بس بيظهر قدامها في الاخبار ان تم تفجير قنبله كيماويه في مترو الانفاق، وان في حوالي 39 شخص ماتوا في الانفجار ده. وساعتها جوليت هيجي لها مكالمه ان جاك اتصاب في الهجوم وان تم نقله للمستشفى. ولما بتوصل جوليت المستشفى بتعرف من الدكتوره ان جاك اتعرض لغاز كيميائي، وبتدخل جوليت علشان تشوفه وتطمن عليه. بس جاك بسبب الغاز اللي اتعرض له بيكون عاجز تماما عن الكلام، فبيكتب لها على السبوره اللي قدامه انه بيحبها. وبعدها بتقرر جوليت انها تخرج من العربيه وانها مش هتستسلم للموت. وبتعمل جوليت فخ للمتحول وبتقلب بنزين على الارض، وبعدها بتحاول انها تستدرج المتحول لمكان البنزين علشان تولع فيه وتقتله. بس المتحول مش بيتاثر من الانفجار اللي حصل. وبعدها بيبدا المتحول انه يهجم على جوليت، بس قبل ما يموتها بتقدر جوليت انها تضربه بالمسدس وبيقع المتحول على الارض. وبعدها بنعرف ان انفجار القنبله الكيميائيه هو اللي حول الناس لاكلي لحوم البشر، وان جاك كان من اوائل الناس اللي اتصابوا بالتحول. بس لما بيطلع الفجر المتحول بيكون لسه عايش، وجوليت بتكون خايفه منه جدا انه يقتلها. بس المتحول بيفضل يقرب منها، ولما بيقرب من وشها بيعمل لها نفس الحركه اللي كان بيعملها جاك معاها. فبتفهم جوليت ان اللي قدامها ده جاك بعد ما تحول، وانه كان طول الوقت بيحاول يفهمها حقيقته، وانه ما كانش قاصد انه يقتلها. وبعد ما بتتاكد جوليت ان جاك خلاص بيموت، بتاخد جوليت جاك في حضنها وبتاخد المسدس من على الارض، وبتقرر انها تموته وتموت نفسها معاه. وبينتهي الفيلم على كده. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لنا اللايك وتشترك في القناه وتقول لنا رايك في الفيلم في تعليق. وسلام.